السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا، فيديو النهاردة عبارة عن الأكلة دي. بس طبعا انتوا عارفين الكشري المصري ده العشق يا جماعة. بقى الكشري المصري ده عشقي انا. دي اكتر أكلة انا بحبها في حياتي، يمكن لو كلتها كل يوم ما ازهقش منها. زي ما انتوا شايفين معايا كده. هنا في اليوم ده انا ما سألتش بقى هتاكلوا ايه مش اكلين ايه، انا قمت على طول وقلت كنت قايمة مقررة ان انا هعمل ايه، كشري مصري، لان فعلا زهقنا من اللحوم والحاجات دي. فجيت هنا. بص، انا بعمل الكشري بجيب حله كبيره واحط فيها كميه زيت حلوه كده، وبحمر بصل، شويه بصل حلوين كده، عشان اللي بيحب ياكل بصل مع الكشري يعني. اسفه سامحوني. هنا الولاد كانوا جم من المدرسه، فقلت بقى ايه يعملوا لقمه سريعه كده، بيض وجبنه ومش عارفه ايه لعند ما اخلص اكل، لان هما كانوا مستعجلين وعندهم دروس. خليت البصل بقى زي ما انتوا شايفين كده يتحمر معايا، وبطلعه بطلعه من الزيت يعني. وبستخدم الزيت ده بقى في حاجات تانية انا بعمل فيها يعني، بعمل بيها بقية الاكل. بصوا البصل بحمره ازاي، ولا بحط عليه دقيق ولا بحط عليه نشا ولا بحط عليه اي حاجة، هو بحمره عادي خالص كده زي ما انتوا شايفين. فضيت نص الزيت ده تقريبا، وحطيته في حلة على النار. هنا بحرش عليها شوية كمون على البصل ده عشان خاطر ايه الطعم يبقى طعمه مملح شوية. بجيب شوية توم مهروس، سواء انتي دقاه او انا عندي مفرزاه في الفريزر، وبحطه في الزيت اللي متبقي من مكان البصل. وبحمر التومة بقى كده على النار زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا انا عشان الصلصة تبقى حمرة بزيادة بحط عليها صلصة مع الطماطم، يعني بحط شوية صلصة، بس بنزل بالصلصة الاول على التومة. ليه؟ لان لما بنزل بالصلصه الاول طعم التخزين بتاع الصلصه ده بيروح، يعني بيخلي طعمها حلو. هنا شويه فلفل اسود وشويه كمون، ودي كزبره يا جماعه. او الخلطه التانية اللي كانت اللي هي الكمون على الشطه على الكزبره، دي انا بطحنها واحطها. فهنا انا حطيت كزبره لوحدها يعني، اللي عنده الخلطه على بعضها بيحطها عادي. وهنا ضربت بقى شويه طماطم حلوين، لان احنا عندنا بيحبوا الصلصه قوي يعني. فحطيت شويه طماطم، وهنا حطيت الملح، وبقى بغطي عليها بسيبها تتسبك براحتها. هبتدي هنا اعمل رز. طبعا انا لقيت شويه الزيت اللي باقيين معايا مش هيكفوا ان انا اعمل بيهم الرز، وهوريكم هعمل بباقي الزيت ايه في اخر الفيديو. فقلت لا، ما احط زيت نضيف بقى للرز ومش مشكله. وحطيت هنا العدس اللي هو بجبه الاسود ده على النار يتسلق، وحطيت عليه شويه ملح، وبسيبه يتسلق براحته. انا ما بسلقوش جامد يا جماعه، يعني تقريبا ما بياخدش ربع ساعه على النار او اقل، عشان يطلع معايا كويس، عشان ما يتهريش يعني. وبقلب هنا في الرز زي ما انتوا شايفين، بس بكتر له الشعريه شويه وشويه ملح، وتعودنا على الرز خلاص يعني. شايفين هنا العدس بدأ يغلي. طبعا انا ما كانش عندي حمص فما عملتش، لكن اللي عنده حمص بينقعه من بالليل افضل، وتاني يوم الصبح يغليه اقل من تلت ساعه بيبقى استوى، لو انتي نقعاه من بالليل. لو مش كده بتحطيه على النار بقى ويستوي براحته. هنا بقى فضيت المكرونه، عملت نوعين مكرونه. المكرونه اللي هي الصغيره دي، مش عارفه اسمها ايه صراحه، مقصوصه او حاجه زي كده. المهم دي المكرونه سباكيتي الطويله ديت، برضو قطعت منها كيس، بس انا بكسرها يعني عشان ايه يعرفوا ياكلوها. يعني بتبقى متكسره كمان، بتتقلب كويس في وسط الرز والشعريه والمكرونه. لما بتبقى طويله تحسوها بتفصل، بتبقى لوحدها كده. فانا بكسر تقريبا الواحده 3. بصوا هنا بعد ما التسبيكه خلاص سبكت خالص وتقلت. بصوا يا جماعه، انا مش بنسبكها تسبيكه طبيخ يعني، ما بتتقلش قوي قوي، لا طبعا بخلي فيها ريحه ميه. بحط عليها بقى بتاع كوبايه خل كده، كوبايه شاي كده، كوبايه خل، وبغطي عليها تغلي شويه. الزيت بقى اللي باقي، انا بعد ما خلصت المكرونه بحطها في الحله اللي باقيه من الزيت، وبقلب المكرونه. جربوا كده بالطريقه دي، بتطلع تحفه، بيبقى طعمها جنان. وتقدروا يعني بتهيألي ممكن تاكلوا المكرونه كده. بحط عليها شويه فلفل اسود وشويه كمون وشويه كزبره، او الخلطه اللي انا عاملاها اقول تاني.
بقلب بقى شويه كده مع المكرونه، بقلبها شويه فين في الشعريه. وبصوا بقى بعمل ايه عشان اريح نفسي في الغرف واغسل مواعين دي بالمره كده وانا واقفه. بقلب الرز في المكرونه، بدل ما احط في الطبق شويه رز تحت والمكرونه عليهم، لا انا بقلبهم على بعض كده. بدي حتى طعم الرز، طعم الزيت وطعم التتبيله اللي انا حطيتها على المكرونه، بيطلع طعم الكشري يتاكل كده حاف، يتاكل حتى من غير صلصه من غير اي حاجه. بجد بجد جربوها بالطريقه دي، صدقوني هتعجبكم جدا. بس اهم حاجه يكون شويه الزيت اللي باقيين من البصل، لانه برضو بيبقى متطعمين وطعمهم حلو. بقلب بقى كويس بحيث ان ايه ما يبقاش في كتر رز لوحدها او حاجه. والاول بفلفل الرز جوه الحله قبل ما احطه على المكرونه. هنا بقى بعمل الدقه او اللي هي الميه بليمون ديت. حطيت هنا نقطه زيت وعليها معلقتين توم كده ومعلقه كزبره كويسه وشويه كمون، وبقلبهم سنه صغيره على النار، يعني ما بياخدوش تقليبه كتير على النار، بس لان انا عندي التوم متفرز فبفكه وبغير طعم الفريزر بتاعه. يعني بعد ما فك شويه انا ما بحمروش، نزلت بقى بمعلقه كبيره خل وعليها كوبايه ونص تقريبا ميه او كوبايتين ميه على حسب كميه الخل اللي انتي حطاها، كوبايه ونص. هنا بتدوقي بقى، وبحط طبعا تاني شويه ملح شويه كمون، وهنا عصرتين ليمون في الاخر خالص، بعصر ليمونتين وبحطهم. طعم الدقه دي بتبقى حكايه، الكزبره والكمون فيها بيخلوا طعمها تحفه. هنا بقى الولاد كانوا اللي خلص فطروا او اكلوا الاكل ده ومشيوا على الدروس، فكان عندي بس هاني وايهاب، فحطيت لهم كل واحد ايه طبق بس كده. هما يعني احنا عندنا بيحب كل واحد ياخد طبق كده، نغرف كل واحد طبق على قده يعني. فادي معايا الطبقين على قد الولاد، وحطيت لهم طبق اللي هو ايه الدقه. وبس كده بألف هنا وعافية عليهم. شايفين بقى الطبق عامل ازاي؟ بتمنى بقى الفيديو يكون عجبكم النهارده، ويا ريت ما تنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتدعموني بلايك.